جرت في يعني ساحة النهر مياه كثيرة، واتصالات جرت عبر برلمانيين مع أعضاء بالكونجرس. وكان القرار الذي اتخذ ضد مبارك عام 2006 بإبعاده، وكان التخطيط يجري في هذا التوقيت لإبعاده لعدة أسباب كثيرة ومتعددة لا أريد أن أقولها، ولكن هم كانوا يريدون تفكيك المنطقة والاتيان بعناصر تقبل بكل المشروع الأمريكي، ومن بينها إسكات حماس، القدرة على إسكات حماس ولا تطلق رصاصة واحدة، حماية الاتفاقية المصرية الإسرائيلية، ضمان المرور الآمن في قناة السويس، تسكيت الصراع السني الشيعي. باختصار يتخلوا عن كل ما يرفعونه من شعارات، وهذا ما فعله الإخوان المسلمون حقيقة. ويمكن في الاتفاق اللي حصل في 27/5 في تركيا بين عناصر من الإخوان المسلمين والمخابرات المركزية الأمريكية، والمحضر نشر ونشرته وقالته قناة الحرة ولم يستطع أحد أن ينكره في هذا الوقت، وتحدثت عنه هيلاري كلينتون في 30/6، قالت عن اللقاءات اللي جرت مع جماعة الإخوان المسلمين. كان الأمر واضح أن مصر لابد أن تسقط، وأن الإخوان لابد أن يفتح لهم الطريق. أيوة، بس ليه؟ معلش أنا عايزة أقف عند جملة مهمة اتقالت ونفسرها مع بعض. هو قال احنا مع الشعوب ضد الحكام، فهل ده معناه انه والله التيار الاسلامي حاليا من وجهة نظرهم هم شايفين ان هو ليه قاعدة شعبية ويحظى برضا المواطنين، وان النظام اللي موجود اللي هو كان وقتها نظام مبارك نظام غير ناجح سياسيا، صح هو كان حليف ليهم لكن يمكن استنفذ اغراضه، فبالتالي القوى الاكثر قبولا عند الشارع المصري هي الاخوان المسلمين، فبالتالي احنا يكون في سند او دعم ليه. اولا ما يهم الامريكان هو مصالحهم الاستراتيجيه في المنطقه ومصالح اسرائيل بالاساس. من هي القوى المستعده لتنفيذ هذه المصالح؟ نحن معها. وعندما تاتي قوه ذات رصيد شعبي كبير جدا، والجماهير كانت في هذا الوقت حول الاخوان المسلمين ولا احد يستطيع ان ينكر ذلك، تاتي وتقول انا مستعده خلاص، وانا هنا بجيب قوه وبعمل عبور امن لقوه تسيطر وتهيمن وأسقط نظام مبارك المتهالك والذي سيسقط. فبدلا من أن يسقط على يد قوة قومية وثورية فليسقط إذن وليتولى جماعة الإخوان المسلمين مهام السلطة في هذا الوقت. لكن أنا عايز أقول أن ثورة 25 من يناير عندما قامت فوجئ بها الأمريكان وحاولوا أن يركبوا الثورة بعد ذلك. يعني هي ثورة قامت بشباب وطني، في نفس الوقت التفت الجماهير، بعدها بدأت الخطة الأمريكية السيطرة والهيمنة. عشان كده شفنا في هذا الوقت قد ايه الرئيس اوباما كل شوية يحاول يضغط على قدر ما يستطيع على مبارك من اجل ان يستقيل وان يسلم السلطة. هو لا يكرر هذا السيناريو الان مع الدكتور محمد مرسي، رغم ان ما يجرى الان ابشع بكثير جدا مما كان يجري في عهد مبارك، من استبداد سياسي، من قتل الشباب، من اقصاء، من تدمير لكيان الدولة. لكن هذا السؤال، هل امريكا كان ليها دخل في صعود الاخوان وتولي رئيس السلطة؟ طبعا. خليني اقول لك انه مارسوا المسألة دي عبر خطين. الخط الأول هو ممارسة الضغط الشديد على المجلس العسكري وتهديد المجلس العسكري بشكل مستمر ان احنا مش هنديكوا سلاح، اذا عملتوا كذا هنفرض